ليه بورصات العالم كلها خضرة النهارده، وليه بورصات العالم كلها ردت النهارده؟ ولا الموضوع مش الاتفاق ما بين امريكا وايران اللي فعلا بدأ يحصل؟ الموضوع ان ده كان مجرد تصحيح، ولما بيحصل تصحيح وقيم الاسهم بتكون ما زالت معقولة، جرت العادة ان التصحيح ده بيرد بغض النظر عن الاخبار. جت المرة دي اخبار ايجابية عن امريكا وايران رجعتنا للنقطة اللي كنا فيها وخلتنا نرد جامد، لكن لما بتكون قيم الاسهم معقولة التصحيحات يا جماعة بترد. وطبعا الفئة اللي بتكون خسرت في الفترة دي اللي بيعملوا وقف خسارة، اللي بيشتروا اسهم مش واثقين فيها فبيبيعوها مع اول نزول، اللي بيشتروا اسهم مش واثقين فيها فبيأثر فيهم الاشاعات وكلام الناس اللي بتبقى منتشره طبعا في اوقات النزول. ودايما المستثمر بتلاقيه حاطط رجل على رجل في الاوقات دي. علشان كده بقول لك اتعلم تبقى مستثمر وتحسب قيم الاسهم، ودي حاجه ممكن تتعلمها، ونقطه البدايه في تعلمها في الجروب التعليمي المجاني اللي في الصفحه الرئيسيه في القناه. نقطه رقم اتنين، مش شرط تكون كل الاسهم ردت النهارده، لكن في اسهم ما بتردش. على فكره الاسهم اللي ما بتمشيش تبع القواعد، اللي هي ماشيه مع الاشاعات والاخبار، ملهاش فاندمنتالز حقيقيه. السهم اللي بيمشي مع الفاندمنتالز الحقيقيه بيستجيب للاخبار الفاندمنتال. علشان كده بقول لك لو عايز تشوف قواعد في موضوع البورصه دي، اتعلم تنقي الاسهم صح. ولو عايز تتعلم ازاي تحلل الاسهم بطريقه محترفه وتعرف السهم القوي ماليا من سهم المضاربه التعبان، هتلاقي نقطة البداية في التعلم برضه في الجروب التعليمي المجاني اللي في الصفحة الرئيسية في القناة. أنا محمد فاروق، بقالي 21 سنة في المجال ده.